النجم الفنان محمد زيدان. تعرف ايه عن محمد زيدان؟ انه جاب جونين في البرازيل ولعب في بروسيا دورتموند. لا يبقى انت كده لسه برضه يا نجم ما تعرفش برضه حاجه. انت تيجي معايا وتشوف الحكايه، خش هتجيبك. اسمه بالكامل محمد عبد الله محمد زيدان. ولد في بورسعيد في 11 ديسمبر سنة 1981. بداية محمد زيدان مع الكرة ان هو كان ولد مهاري جدا ومعروف في بورسعيد كلها ان هو ولد بيلعب كرة كويس، عشان كده انضم لنادي المصري البورسعيدي سنة 98. بس خدها من قصيرها وما عادش كتير وطلع على الدنمارك. انا طبعا ما اعرفش مصيري ايه، رايح الدنمارك ما اعرفش عنها اي حاجه خالص. اوروبا. زيدان في الدنمارك غريب في بلاد غريبة. اروح فين يا زيدان واجي منين يا زيدان؟ لحد ما شافه راجل قال له تعالى يا ابني هلعبك في نادي اكاديميسك الدنماركي عشان يبدأ زيدان اولى مراحله الاحترافية. عشان زيدان يقدم معهم موسمين جيدين يخلوا نادي اكبر شوية في الدنمارك يطلب التعاقد معاه سنة 2003، وهو نادي ميتلاند الدنماركي. زيدان في ميتلاند الدنماركي ولعها نار، شعللها نار، اهداف وجوان ومهارات، خد وهات اللي انت عايزه يا نجم. لدرجة ان هو لعب 47 مباراة بس سجل فيهم 30 هدف. الفترة دي زيدان كان بيعمل كل حاجة بالكرة فعليا، لدرجة ان هو كان ممكن يروح 1-3 كده ويرقص في ال3 عادي ما يهموش. نادي ميتلاند ده بقى هو اللي بيلعب دلوقتي فيه امام عاشور، وكان زيدان وجه له رسالة. كانت هي بداية مشواري في الاحترافية. بتمنى لك التوفيق معاهم وتقدم مستوى كبير. والنتيجه بقى الاداء الرائع اللي كان بيقدمه زيدان مع نادي ميتلاند الدنماركي ينهال عليه العروض من كل جانب. كان ابرزهم طبعا عرض فيردر بريمن الالماني اللي خلص معاه لمده سنتين، بس للاسف ما يشاركش معاهم غير في 15 مباراه ويسجل 3 اهداف. عشان كده فيردر بريمن يحاول يخرجوا اعاره لنادي تاني، وفعلا يخرجوا اعاره لنادي ماينز ويتالق معاهم. زيدان مع ماينز عبيله واديله في جوان يا فنان، الله عليك يا زيدان. لدرجة ان هو لعب معاهم 53 مباراة سجل خلالهم 29 هدف وقدم معاهم اداء رائع جدا. بس للأسف الحلو ما بيكملش وماينز يهبط للدرجة التانية، عشان كده هامبورج يخلص مع زيدان. زيدان مع هامبورج يشارك في 21 مباراة ويسجل هدفين منهم هدف رائع في شباك نادي ريال مدريد. ولكن زيدان في فترته مع هامبورج ما كانش مبسوط ولا سعيد، لان المدرب ما كانش بيعامله كويس ولا كمان زمايله في الفريق كانوا بيعاملوه كويس، وزيدان نفسه هو اللي كان طلع وصرح بكده. عشان زيدان اول ما يجيله عرض من بروسيا دورتموند يوافق على طول، وكل ده عشان كلوب صديق الصدوق هو اللي ماسك المدير الفني لبروسيا دورتموند، وده كان مديره الفني فين؟ في ماينز الالماني. قبل ما نحكي مسيرة زيدان مع بروسيا دورتموند هنخش على افضل فترات زيدان مع المنتخب المصري والجيل الذهبي للمنتخب المصري. زيدان كان هينضم لبطولة 2006 بس كلوب اقنعه ان هو يفضل مع الفريق عشان الفريق ما يهبطش في السنة دي، وفعلا انقذوا الفريق من الهبوط. كمان كانت فرصته صعبة في المشاركة لوجود ميدو وعمرو زكي وعماد متعب وعبد الحليم علي. عشان تيجي بطولة افريقيا 2008 عشان تكون انطلاقة عنترية للنجم محمد زيدان، ومين ينسى هدفين الكاميرون وتقليد العيال الصغيرة لاحتفال زيدان. ومش زيدان لوحده اللي يكون اداؤه عالي، ده منتخب مصر كله هو يكون كمان اداؤه عالي، ودي افضل بطولة اداها المنتخب مصر من رأيي في ال3 بطولات كاداء ونتيجة. منتخب مصر في بطولة 2008 اللي كان بيقابله كان بيديله على عينه. انا منتخب الكاميرون يا فندم خد انا منتخب كوديفوار يا فندم خد انت كمان 4 بنجومك بدروبهاتك بكل اللي عندك. ومنتخب مصر يوصل للنهائي وبرضه الكاميرون انتوا تاني، والمباراة 0-0 لحد 8 دقايق قبل نهاية المباراة، وتطفيشة من كابتن احمد حسن يعافر عليها زيدان ما يعرفش نفسه ليه، يجري عليها سونج وزيدان سونج وزيدان سونج وزيدان، وزيدان يسندها لتريكا وجول جول. كان كل تفكيري عايز استحوذ على الكوره واحاول اراوغه، يعني احاول ان انا ارقصه واروح اخلص الماتش. لقيت المدافع التاني جاي بيجري عليا ولمحت او حد بيجري لابس احمر. وتفوز مصر بالبطولة بنتيجة وأداء ولا أروع، وزيدان يكون ليه تأثير كبير في فوز مصر بالبطولة دي. ومش بس كده، ده يروحوا كاس القارات ويكسروا الدنيا كمان ويلعبوا أحسن مباريات منتخب مصر على مر التاريخ قدام البرازيل.
وايطاليا، وكلنا طبعا فاكرين جولين زيدان في البرازيل. وتيجي بطولة افريقيا 2010 واللي ما كناش مرشحين لها النهائي لان كان في كتير من لعيبة غايبة، ويجي ماتش الجزائر ومصر تكسب 4-0 وزيدان يسجل هدف ويعمل احتفال البيبي. نهائي قدام غانا خد وهات مع جده، برضه هو زيدان يعمل الاسيست وتفوز مصر بالبطولة بهدف جده واسيست محمد زيدان عشان تكون البطولة التانية لمحمد زيدان والتالتة المنتخب المصري على التوالي. زيدان لعب مع المنتخب 44 مباراة سجل 13 هدف. نروح بقى لزيدان مع بروسيا دورتموند. زيدان مع بروسيا دورتموند أدى أداء كويس معقول، لعب 66 مباراة سجل 13 هدف، فاز معاهم بالدوري مرتين. في 2011 2012 زيدان يطلع عرض من بروسيا دورتموند الماينز موسم ويأدي ويتألق ويعمل موسم خرافي، وبعد كده يعمل خطوة غريبة جدا، بعد كده يروح الدوري الإماراتي لبنياس، ما تفهمش ازاي. غلطة ارتكبها زيدان في تاريخه الاحترافي هي كانت انتقاله لنادي بنياس الاماراتي، وده مش بنعيب في الدوري الاماراتي، ولكن زيدان كان يقدر يلعب سنتين 3 كمان في الدوري الالماني. في حق نفسي وفي حق موهبتي، وفي وقتها انا كنت في عز عطائي في الدوري الالماني وكنت نجم كبير جدا هناك وكنت فري، فجات لي التجربه الجديده دي فحبيت ان انا اجربها، مع ان انا كان اقدر اكمل في الدوري الالماني. بعد كده بينتقل للنادي الانتاج الحربي ويشارك معاهم في 3 مباريات ما بيسجلش اي اهداف عشان بعديها يعتزل لعب كرة القدم نهائيا. اما زيدان كان ليه نصيب في الاحتراف في الكورة، برضه احترف في الجواز. زيدان اتجوز واحدة دنماركية وخلف منها 2، وبعد كده اتجوز واحدة مصرية وهي دلوقتي اللي موجودة معاه هي المصرية، وهو فضل المصرية على الأجنبية. تجربتي مع الاثنين، لا انا شايف المصريه طبعا الحياه على اسهل الاقل تعرف واحسن. تشتمك جبايك يا سخيف في المواقف بقى الوحشه بتعرف ترد، بتعرف تاخد حقها. وهنا تنتهي قصتنا مع واحد من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه.